هات المفتاح. خلاص هجيب عربيه كده بكام؟ بس هجيب للبنت غدا بقى شقه على النيل مش اقل من 180 متر. هفرشها لها احسن فرش واعمل لها حته فرح. خلاص برضه لو جبت الشقه اللي على النيل مش هتعرف تتفق. كنت عشان فلوس. ايوه عشان فلوس. الناس دي كلها شغاله عشان فلوس. انت بتكبري شركتك دي عشان فلوس، الفلوس هي كل حاجه يا دنيا. تصدق نفسك؟ عايزه فلوس بس مش على حساب حد. انا عمري ما اذيت حد بس انت اذيت. كنت فاكره ان انت هتضحك عليا لحد امتى؟ شايفني عبيطه ولا فاكر نفسك اذكى واحد؟ في الاخر حته عيل بتاع مخدرات. نهايتك معروفه، يا مقتول يا مرمي في السجن. عادي. احنا كده كده اصلا ما كناش هنعرف نعمل حاجه في البضاعه دي من ورا حساب حنكوش. بس خد بالك احنا كده مفيش حاجه نرجعها له. ها؟ احنا ما قدامناش حل غير ان احنا نشتغل مع الراجل ده عشان نرجع الفلوس. هو ده كل اللي همك؟ انت همك حاجه غير فلوسنا؟ سيبني مش هسيبك. لا مش هسيبك تمشي. انا هكلم الراجل اقول له ان احنا الاثنين تمام. مش عايز اكمل يا معلم. هو المضاف احسن مننا في ايه؟ لا يا راجل. وبعدين احنا مش عاملين حسابنا على الفلوس دي من الاول. بس انا عملت حسابي وانت اللي خليتني اعمل حسابي واشتغل غصب عنك. دي صور لكل الناس اللي اترددوا على مكان حاتم حرفوش النهارده، وكلهم شغالين مع حاتم. بس في اتنين جداد وهم داخلين ما كناش عارفين نشوفهم كويس. بس دي صورهم وهم خارجين. الاثنين دول يا فندم احنا عرفنا اساميهم. واحد اسمه سليم البحيري ويحيى البحيري. سليم ده بقى شغال في موضوع الالعاب والجيمز والحاجات اللي سيادتك عارفها دي وبيطورها. غالبا الاثنين دول هم اللي ورا حوار السيكو سيكو يا فندم. وده يبقى حلو قوي لو احنا حطيناه بره. طب انا عايزه اجيب ده حلو قوي. بصي كمان يا دودو وري له كده اللي احنا اخترناه امبارح. اهو واقف جه. انا هروح احضر العشاء وانتوا اتفرجوا. بصي على الحاجات اللي نقيناها. ايه اللي حلو قوي بص. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا عم؟ يلا فوق. بعد اذنك يا بابا هقوم احضر مع ماما العشاء. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك سليم؟ الحمد لله والله يا عم. ازيك؟ مالك؟ لا مفيش. شويه مشاكل في الشغل بس العادي. ان شاء الله خير. هتستاهل. ان شاء الله. كنت عايزك في كلمه يا سليم. اتفضل يا عم. اتفضل جوه. مخدرات يا ابن الكلب. مخدرات ايه بس؟ يمكن انا مش فاهم حاجه. ايه؟ عايز تغفلني تاني انا؟ لا والله. انت ازاي كده عارف تعمل كده؟ انت مش عارف انت ماسك مين؟ اسمعني بس. انت اللي هتسمع وتنفذ. اول حاجه اسم هذا ده يتنسي من دماغك تماما. مش هينفع. لا هينفع. انت هتطلع تستنى سن عارف جدتك. بعد كده تنزلوا الميعاد اللي انتوا متفقين مع بعض عليه. البنت ترجع لي معيطه ومقهوره. كان اسمك واسم اللي خلفوك. مفهوم؟ انا بس عايز اشرح لك حاجه. انت مش فارق معايا في حاجه خالص. اللي فارق معايا بنتي. خليها تيجي منك انت بدل ما اقول لها مع الحقيقه. بعد ما تعمل اللي انا قلت لك عليه تيجي لي على المكتب. ساعتها اشوف هعمل معاك ايه. سليم
انت تحترمني. يلا يا بابا عشان الاكل جاهز. حاضر يا غدغود، جايين حالا يا حبيبتي. اتفضل اسلمي. سليم، ده حلو فعلا اوضه النوم. اوضه النوم؟ ده انت بعيد، مالك؟ كويس. لا انت مش كويس، انت من الصبح مش كويس. مالك في ايه؟ انا حاسس ان انا مش قادر اكمل. طب خلاص ما تعيطش، ده لسه اول محل. تعالى تعالى بكره نبقى مش عايز اكمل في ده، مش قادر اكمل في الحوار. حاسس ان انا مش جاهز اتجوز اصلا. انت قديم قوي، انت بقيت قديم قوي على فكره. انا مش بهرج، انا بقالي فتره مضغوط ومش مظبط دنيتي مش ماشيه. بقى احنا بنتخانق كتير اصلا، واحنا صغيرين كمان على الجواز، يعني حاسس ان بلاش نستعجل. سليم هو انت بتهزر؟ هكلم اخويا وهشرح له وان شاء الله هيفهم، يعني عشان نقفل الموضوع ده بالشكل. نقفل الموضوع ايه؟ يعني ايه؟ مش ده اللي احنا كنا عاوزينه؟ انا دلوقتي مبقتش عايزه. هنقعد نتكلم مع بعض والله العظيم، ولو بابا ضايقك في اي حاجه انا هتكلم معاه والله. انا هكلمه لك، انا معاك. مش عايزه تسمعيني. انا سامعاك والله. بقول لك لا مش انا عايز، مش هينفع. مش جاهز، مش مرتاح. يعني ايه مش مرتاح دلوقتي؟ يعني ايه مش مرتاح؟ هو بالعافيه. ربنا يوفقك في شغلك في حياتك. حضرتك قبل اللي حصل. اسمع يا ابني، قصة ورث عمك وورث خالتك والكلام الفارغ ده انا مش عايز اسمعه. انت هتساعدني امسك حاتم حرفوش. هتكمل اللي انت بتعمله معاه بالظبط. عايز امسكه متلبس بالبضاعة. لو اتمسك هيجرجر كل الشبكة اللي وراه. ساعدني عشان اعرف اساعدك. شفنا فيك ولا سعجان، والأصيل مهزوز وخايف.